ضربة موجعة لجماهير ريال مدريد، إصابة جود بيلينغهام قبل الكلاسيكو. في خبر صادم ومزلزل لعشاق النادي الملكي، كشفت مصادر صحفية موثوقة عن إصابة مفاجئة في كتف النجم الإنجليزي قبل أيام قليلة من مواجهة الكلاسيكو النارية في نهائي كأس ملك إسبانيا. ووصفاً للتقارير يعاني اللاعب بالفعل من إصابة في الكتف تعرض لها الموسم الماضي أمام رايو فايكانو، مما أثار المخاوف حول إمكانية مشاركته في اللقاء الحاسم. وتذكر أن نهائي كأس الملك سيلعب في 26 أبريل 2025 بإشبيلية بين ريال مدريد وبرشلونة، وهو ما يجعل أي غياب لبيلينغهام ضربة قوية للفريق الملكي. بالتفاصيل، أشارت شبكة ريليفو الإسبانية إلى أن بيلينغهام بدا عليه التأثر خلال مباراة ختاف الأخيرة، إذ اتجه قبل نزوله بديلاً إلى مقاعد البدلاء لوضع حمالة طبية ضخمة على كتفه الأيسر. وتظهر الصور أن اللاعب يستخدم هذه الحمالة الواقية منذ عدة أشهر، إذ